يصلون في مساجد السنة. لماذا تفرقون أمة المسلمين؟ شريف اتفضل يا فندم. اسألوا لماذا يحرصون على إنشاء مساجد للوهابيين خصيصا غير مساجد الأوقاف التي كانت في النمط. احنا عواجيز شوية وحضرنا مساجد الأوقاف ورأينا بأم أعيننا كيف سطى هؤلاء على بعض الأضرحة وهدموها وأنشأوا مساجد يسمونها مساجد السنة ويحرمون الصلاة في بقية المساجد. اسأل الأخ خالد سعيد هل تجيزون الصلاة بالمساجد التي تضم أضرحة أم لا؟ سيقولون لا وسيحرمون. طب نسمع رأي الأستاذ خالد. أنا جايب لك فتاوى ابن تيمية بهدم أضرحة الأنبياء وهدم ضريح النبي صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام. نسمع رأي الأستاذ خالد يا دكتور. احنا بس يا أستاذ شريف يا أستاذ شريف حضرتك اتفضل. وأنا في الشارع وقاعد في الشارع وهذا ليس مجالا ملائما للدخول في المناظرات. احنا عايزين نقول لا والله يا فندم مش مناظرات، انا عايز بس استوضح وجهات النظر في وجودك بس يا فندم. يا أستاذ شريف نحن نقول ما قاله ربنا عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. واخد بالك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبهذا المعنى نحن نحتكم إلى كتاب الله عز وجل ونحتكم إلى سنة النبي، ولكننا نؤثر أن نأخذها عن النبع الصافي اللي هم أهل بيت النبوة عليهم السلام. وأهل بيت النبوة لا يكذبون على رسولهم وعلى جدهم. والإمام الصادق عليه السلام يقول حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث رسول الله. فنحن نأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أهل البيت وعن طريق غيره. فهذا الكلام لا داعي له إن هم يحاولوا يخرجونا من الملة. بمنتهى الصراحة دكتور، على الشارع بمنتهى الصراحة دكتور، هيكون في حسينيات أخرى في مصر. انت بتسألني عن واقعة وانا الاخ المعد اتصل بي وقلت له انا لا علم لي بهذه المسألة. هل تشجعها؟ هل تشجعها؟ هل تشجعها؟ انا اشجع حرية الاعتقاد وحرية ان يمارس الانسان ما يؤمن به. في نقطة مهمة جدا، هم يقول لك الطقوس الشيعية. هي ايه الطقوس الشيعية؟ الشيعة يصلون 5 مرات في اليوم، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويتمسكون بيصومون رمضان، يحجون البيت، يؤدون الزكاة. فعيب ان احنا ندلس على الناس ونقول لهم الطقوس الشيعية، لان الشيعة لهم معابد اوثان او لهم معابد تختلف عن بقية المسلمين. نحن نرجو من الفضائيات ومن وسائل الاعلام ان تتحرى الدقة ولا تكتفي ببعض الامور الظاهرية او السطحية التي يروجها هؤلاء. علشان كده حضرتك موجود عشان توضح وجهة نظرك يا استاذ. وحضرتك يا فندم استاذ خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية. السعودية وهي بلد الحرمين الشريفين وفيها أقدس الأماكن الإسلامية، أيضا فيها شيعة وفيها نسبة كبيرة جدا من الشيعة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وفي أيضا في دول الخليج كمان شيعة. اتفضل يا فندم. حضرتك بس الوقت اللي مش كلام في كلام والدكتور كان بيتكلم قبلي، انا قلت كلمتين وهو خلي الكلام ده يعني يتكلم نص، مش هينفع كده. انت طالبني تسمع كلامي وطالبني سماع كلامه. لا طالب حضرتك علشان اسمع كلام حضرتك. يتكلم قبلي، انت حضرتك كلمني في الكلام وقاعد يتكلم يساعده وكلام الكلام يعني. لا 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 حضرتك ليك كل الحق يا فندم اتكلم. انا طالب حضرتك كمان عشان حضرتك تسمع كلامه برضه. وانت فتحت 10 الله يبقى منك 10 اديني بقى اتكلم براحتك. طيب. بسألت ان المتقدمين ملهمش حقوق خاصة. اسألهم ما تعرضوا شاشات الفضائيات وتتباهون به في موسم عاشوراء من التصدير وضرب الجنات والسيوف والوطنيات وغيرها. هذه طقوس خاصة ولا مش طقوس خاصة؟ طقوس وثنية ولا مش وثنية؟ ما هذا الذي تفعلونه في الدماء في موسم عاشوراء التي تسيل في الشوارع أنهارا في شوارع بغداد وشوارع إيران؟ هذا الوضوء. هذه الطقوس الوثنية التي تخالف الفطرة البشرية السليمة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذتها عن أهل البيت عن آبائهم وأجدادهم. إذا ده كلام الأمور رقم واحد. رقم اثنين عن السلفية التي ننادي أو التي ندعيها، ويصدق الله إن شاء الله زعمنا أن هذه السلفية هي سلفية السلف بالمعنى اللغوي، والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه الكرام رضي الله عنهم ممن عاشوا النبي وعايشوه ونصروه وآمنوا بما أنزل معه وصدقوه وعذروه صلى الله عليه وسلم ووقروا مقامه الشريف. وهذه السنة والسلفية. أما المدرسة الوهابية هي مدرسة الإمام محمد بن عبد الوهاب، هي مدرسة خاصة من المدرسة الحنبلية أيضا
ليست رشدة من عمل الشيطان، هي مدارس أهل السنة من المدرسة الحنبلية هي لها وخياراتها التي موافق على بعضها ولا موافق على بعضها الآخر. جمهور علماء أهل السنة، لأن الدكتور أحمد بيجي حاجة غريبة جدا، زي يضحك ويعيط في وقت واحد، بيسأل السؤال ويجاوب عليه. أنا بقول له المساجد التي فيها قبور الجمهور على أنه يكون الاعتراف فيها مع الكرامة. أنت بحضرتك بتجاوب إن أنا لا يقول لك لا ما نصليش كيف وبتجاوب هذه الإجابات منين؟ ثانيا مساجد المسلمين كلها مساجدنا سواء أوقاف ولا مساجد سنة ولا غير سنة، كل مساجد المسلمين في بلاد المسلمين هي مساجدنا نصلي فيها، فلأن يكون ذلك صلاة الكنائس أيضا. فأنت مش عايز نقعد إحنا نعمل